انه انجزنا كثير، القصص اللي انجزناها بلشت تطلع مثل براعم صغيره، اذا بتطلعوا بالمشاريع القوانين اللي تقدمت لمجلس النواب في قصص تقدمت ما حدا كان يفكر فيها، قصص عن ذوي الاحتياجات الخاصه، قصص عن الامومه، هول كله ما حدا كان يفكر فيهم. يعني انت وقت تزيلي من قدام الانسان عائقه ضد عائقه بعد عائقه بيمشي الحال، شوي شوي بتبني. بالسياسه شو بيطلع الانسان اللبناني؟ يكون عنده وطن ذو سيادة، وطن حر فيك توصلي لها بالشغل الدؤوب بمشاريع قوانين، وهيدا عادة أغلبية الوقت بيكون عمل صامت تتوصلي له، لأنه بآمن بهالمشروع وبآمن إنه لبنانيز دريم كان بي بيج. دكتور أسعد عيد 5 سنين من مشروع وطن الإنسان، أنا هيك حبيت سميها من مشروع وطن الإنسان مش على مشروع. أنت حضرتك من الأشخاص المؤسسين لهالحركة السياسية، من بعد 5 سنين شو بتقول؟ إنه أنجزنا كتير، مع إنه يمكن القصص اللي أنجزناها بعد ما يعني بلشت تطلع مثل براعم صغيرة، بعد ما طلعت الشجرة العالم تشوفها وتقطف منها، بس بلش مثل ما بقول جذور اللي أسسناه يطلع هالبراعم الصغيرة اللي بتوصل للشجرة. إذا قلت لك الأساسي لمشروع وطن الإنسان شو بتقول؟ فكرنا بقصص ما حدا كان يفكر فيها، يعني إذا بتطلعوا بمشاريع القوانين اللي تقدمت لمجلس النواب من رئيس مجلس الإدارة بتشوفوا في قصص تقدمت ما حدا كان يفكر فيها، قصص عن ذوي الاحتياجات الخاصة، قصص عن الأمومة، قصص عن المرأة، قصص إيفن عن الرجال اللي عندهم نيو بورن بيبيز، هول كلهم ما حدا كان يفكر فيهم، يفتكرون انه هول قصص سنويه لوطن مثل لبنان عم يعيش بكل العقبات اللي عم يعيشها، بس هول قصص مهمه. يعني انت وقت تزيلي من قدام الانسان عائقه ضد عائقه بعد عائقه بيمشي الحال، شوي شوي بتبني. بعد 5 سنين مشروع وطن الإنسان لوين بيطلع إذا بدك كحركة سياسية؟ لوين بيطلع؟ شو الأهداف اللي اليوم العالم كل اللبنانيين بدهم إياها مشروع وطن الإنسان عم يسعى صوبها، غير الأمور الاجتماعية والحياتية بالسياسة؟ بالسياسة شو بيطلع الإنسان اللبناني؟ يكون عنده وطن ذو سيادة، وطن حر مش نتغنى فيها بمظاهرات على الطرقات، وهيدي تتوصلي لها فيك توصلي لها بالصريخ وبالعيط، وفيك توصلي لها بالشغل الدؤوب بمشاريع قوانين بتحطي المدماك الصح بالمحل الصح، وهيدا عادة أغلبية الوقت بيكون عمل صامت توصلي له. دكتور أسعد عيد، ليش أنت اليوم رغم كل انشغالاتك عم بتخصص وقت لمشروع وطن الإنسان؟ ليش أنت بمشروع وطن الإنسان؟ لأنه بآمن بهالمشروع وبآمن إنه لبنانيز دريم كان بي بيج.